اللي مع المغرب غيعيش واللي ضده يمشي يشرب البترول. فالفوسفات غيكون غلا من البترول وغيكون غلا من الذهب، وديك الرمله اللي في الصحراء كتعتبر من اهم الرمال المعدنيه في العالم. المغرب ما بقى ليه والو يسترجع الاراضي الصحراويه ديالو، ولكن حنا كشعب شنو رابحين من هاد الاراضي الصحراويه؟ فبزاف ديال الناس كيطرحوا السؤال الصحراء مغربيه، ولكن حنا كاشخاص شنو رابحين من هاد الاراضي الصحراويه وشنو غناخذوا منها؟ فبزاف كيطرحوا هاد السؤال وما فاهمينش ديك الصحراء اللي نيض عليها الصداع كامل شنو فيها وشنو يستفد منها الشعب. ولكن الا تبعتي الفيديو حتى الاخر غنوعيك ونقول لك السر اللي عرفها امريكا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا والامارات وبزاف ديال الدول الاخرين، وانت اللي بلادك ما عرفوش وما باغينكش الدول تعرف، حيت ما بغاوش لي زعمهم فيها، حيت عارفين ومتاكدين ان المستقبل العالم كاين في ديك الرمله وفي ديك الصحراء. وهادشي اللي غتعرف اليوم اكثر من كاس العالم واكثر من 2030. راه كنهضر على واحد المساحه اكثر من البرتغال واكثر من اليونان، وهاد المساحه كامله كتطلع على البحر وكامله عامره مواني وكامله عامره حوت وسردين والالاف ديال الانواع السمكيه. هادشي غير اللي باين واللي عارفو كلشي، اما داكشي اللي عارفينه الدول الاخرين على هاد الاراضي الصحراويه راه بزاف من هادشي. راه كنهضروا على مستقبل العالم، فتبع الفيديو حتى الاخر وما تنساش ان في الاخر الفيديو غنحط لكم افكار مشاريع اللي ممكن انك تبدا منهم من دابا. فاحنا دابا في عام 2025 وشفنا وسمعنا على ان في ظرف 5 سنوات فقط العالم تقلب. فالدول اللي كان ضد المغرب واللي كانوا كيديروا ليها العصا في الرويضه بين الليله والصباح رجعوا كيعترفوا بمغربيه الصحراء. فكندوي على فرنسا اللي ديما هي السبب ديال هذا المشكل ديال الصحراء والعداوه بين المغرب والجزائر، ولا تشد طريقهم مع طرفها بمغربيه الصحراء وتخلات على البترول والغاز ديال الجزائر. وفي نظركم واش فرنسا كون ما بانش ليها شي حاجه كبيره في الصحراء تخلي على البترول فابور وتجي تساعد المغرب فابور؟ في سبيل الله راه مستحيل. ففرنسا عقدت وعرفت انها الا تخلات على المغرب بحال تخلات على المستقبل، وهكا اسبانيا حتى هي نفس الشيء، وكذلك امريكا اللي ديما عارفين ان امريكا مستحيل تساعد الا ما شافتش فيك مصلحه ديالها، ومستحيل تكون معاك بلا مقابل. فالكل كيعلم اهميه الصحراء في المستقبل. فالمغرب بدوره عارف شنو بين يديه وبدا كيستغلوا احسن استغلال. فاليوم كنلاحظوا ان المشروع الاهم في هذه الاقاليم الصحراويه هي ربط بينها وبين الشمال. واليوم المغرب كمل المشروع اللي هو الطريق السريع تزنيد الداخله. هذا الطريق هو الربط بين افريقيا واوروبا عبر المغرب، يعني ان جميع السلع والشركات الاوروبيه اللي غيدخلوا لافريقيا يوليو يدوزوا في المغرب. وتصور عدد الشركات اللي كاينين في افريقيا راه اغلبيه ديالهم اوروبيه، يعني القطاع اللوجستيكي في المغرب غيعرف نقص نوعيه كبير. وغنوقف هنا باش نقول ليك ان في المستقبل فقطاع اللوجستيكي في المغرب هو اكبر مشروع غيكون وانجح مشروع اللي عنده شي راس المال يبدا به في هذا القطاع من دابا. فاستغلال الفرصه كيبدا من دابا. فاللي ما فاقش وما عاقش هو اللي غادي تلقاه في 2035 وفي 2040 كيشوف الناس خدامين في الصحراء وكياكلوا من الكيكه، هو اللي غادي يولي يقول لولاد باللي في 2025 هاد الارض كانت غير رمله. فهاد الطريق تزنيت الداخله كيمكن المغرب يكون ربط بين افريقيا والقاره الاوروبيه. لكن قاره وحده ما كفياش المغرب، فالموقع الاستراتيجي للمغرب كيخليه يكون منفتح على 3 قارات، وقاره المهمه هي القاره الامريكيه. فباش يربط المغرب القاره الامريكيه والافريقيه تم انشاء ميناء الداخله الاطلسي. ففي هذا الميناء جميع السلع اللي غادي تدوز بين امريكا وافريقيا غدوز تحت الايادي المغربيه عن طريق ميناء الداخله الاطلسي. وماشي غير هذا الشيء، فالملك محمد السادس الله يخليه لينا فقبل ما يعلن على ميناء الاطلسي هبط لافريقيا بالضبط دول الساحل في عام 2017 وغيز الامور واعلن عن تعاون المغرب ودول الساحل. فمن ثم اقترح الملك عن دول الساحل انه يولي يصدروا الثروات الهائله ديالهم عن طريق الميناء الداخله الاطلسي اللي غتنجز في الداخله، وحيت هما ما عندهمش البحر منين يصدروا. وكل شيء عارف الثروات اللي كاينه في هاد الدول. راه كنهضروا على دول كتوفر على اكبر احتياطي الذهب واليورانيوم والحديد والقطن والثروات الزراعيه. فبوركينا فاسو بوحدها كتنجز اكثر من 47 طن من الذهب سنويا. فتخيل ان هاد الشيء كامل هيولي تصدر من الصحراء وعن طريق الشركات المغربيه. فالشركات العالميه كامله كتحارب باش تلقى بلاصتها في الصحراء، باش هي اللي تكلف في التبادل التجاري الضخم والكبير اللي غادي يولي في الميناء الداخله. وكذلك من الميناء طنجة المتوسط لاوروبا. فتخيل معايا انك عندك شركه لوجستيكيه وشاد السوق وانت اللي كتولي دير ترونسبور لهاد الثروات من الدول الافريقيه للمغرب. فراه الملايير ديال الدولارات تم سنويا. اما الحقيقه الاخرى اللي حتى واحد ما كيهضر عليها هي الثروات الطبيعيه اللي
كاينه في ديك الرمله وفي الصحراء الغنيه بالفوسفات. والحاجه اللي ما كيعرفهاش كلشي هي من هنا ل 21 سنه فالفوسفات غيكون غلا من البترول وغيكون غلا من الذهب، والدوله اللي عندها الفوسفات هي اللي غادي تحكم في الامن الغذائي ديال العالم كامل، لان العالم غادي يكبر وبنادم غادي وكيبني وقلاله الاراضي الزراعيه، وبنادم محتاج الخضره والفواكه. يعني خصنا الخضره والفواكه بزاف ولكن عندنا ارض قليله. فهنا اجي فكره الزراعه الذكيه وهي اللي غنهضروا عليها في الفيديو الجاي. ومن اهم الحوايج اللي خصها باش تنجح هي الاسمده، والاسمده كلشي كيعرف انها كتستخرج من الفوسفات. يعني من هنا لقدام اللي مع المغرب غيعيش واللي ضده يمشي يشرب البترول. وديك الرمله اللي في الصحراء فكتعتبر من اهم الرمال المعدنيه في العالم. ففي ديك الرمله متواجد معدن الروتيل، وهذا المعدن جد مهم في الصناعات الذكيه مثل الشرائح الكهروضوئيه. فاللي بغيت نوصل ليك من هذا الشيء كامل هي زرب، واللي عنده يمشي يشد بلاصتو في الداخله، واللي ما عندوش يقصد الداخل يبدا فيها من الزيرو وبقى كبر تما مع هاد المنافسه يلاه بدات كتكون. ودابا انا نعطيك افكار اللي تخليك تاكل من الكعكه اللي كاينه الجنوب وما نخليوش البراني يجي يديها بوحده. فلا عندك الفلوس احسن مشروع هو اللوجيستيكي فالنقل البري. ضرب شي 3 ولا 4 درموكات وهبط الافريقي وبدا تشد السوق وبدا تكبر شويه بشويه. وثاني مشروع هو المركز اللوجستيكي لتخزين السلع وتوزيعها. فبزاف ديال الشركات يوليو محتاجين فين يحطوا السلع ديالهم قبل ما يصدروها ولا حتى بعد الاستيراد ديالها. وكذلك الشركات العقار فالداخله غادي يبداو فيها الشركات وغادي يحتاجوا مقرات ديالهم واللي يبني لهم كذلك العقارات السكنيه. فشفنا ان المؤسسات العموميه بداو كيتبناو تما بحال الجامعات والمؤسسات ومراكز تكوين مهني. اما بالنسبه للانسان على قد الحال فبدا تكون راس وخذ تجربه في التحويل الجمركي. فبزاف ديال الشركات يولوا محتاجين اللي يتكلف لهم بالمرافق الجمركيه. اما في الفيديو الجاي غنهضروا على مشاريع كبار كيوجد ليها المغرب بحال الطاقه النظيفه. وإلا عجبك هذا البلان غنولي نحط افكار مشاريع في الاخر ديال الفيديو، واللي عجبها هذه الفكره اكتبها لي في التعليق واشتركوا في القناه باش يولوا يوصلوكم فيديوهات نتوما الاولين.